طب سيبك بقى من اكل ماما ومن طلباتك اللي ما بتخلصش دي. انت رايك ايه؟ اقول لبابا وماما اننا رجعنا للمغامرات تاني ولا لا؟ تقول لهم طبعا. عارف ليه؟ لان المرة دي مستحيل يقولوا ان افلام الخيال العلمي اثرت عليك، لانهم ببساطة عاشوا معانا جوه مغامرة مستحيل ينسوها. تاني حاجة يا يحيى، انت كل مرة بترجع للزمن التاني بتعيش حروب ومؤامرات تخوف قوي، ولازم بابا وماما يكونوا عارفين عشان لو حصل حاجة يقدروا يتصرفوا. يا كنوز هيتصرفوا يعملوا ايه؟ انا جوه زمن قبل دلوقتي بسنين كتير قوي، ده غير اني كنت وعدت بابا اني مش هرجع تاني وهحترم خوفهم عليا. انا مش عاوزه يحس اني مش قد وعدي ليه. يا يحيى الوعود والكلام ممكن يتغير لما الظروف نفسها بتتغير، وانت لو ما كنتش رجعت والملك رمسيس تدخل في الوقت المناسب كان ممكن الدكتور عجيب يعمل فينا اي حاجة مقابل انه يلاقي نص بردية الحياة الناقص. وكمان انت دلوقتي بتقوم بعمل مش هيقل أهمية عن الكتاب اللي نشرته، بالعكس. تخيل كده بردية مكتوبة بالمصري القديم على ايد شخص من العصر الحديث، فيها معلومات وحكايات حصلت من يجي 5000 سنة. صدقني بابا لما يسمع منك هيفهم انت ليه قررت ترجع، وبعدين مش يمكن يحبوا يجوا معانا مغامرة تانية. طب بقولك ايه يا كنوز، تفتكري ماما لو راحت هناك تاني ممكن تعمل لهم مشروع ايه؟ ممكن محل ملابس وتلبس ستات كيمة أحدث موضة.